حكاية لقمتنا النهاردة عن أكلة اليتيم، أشهر وأغلى طبق في اليابان، سعره بيعدي $2000. بيتقال على صغاره الدقاس، بيعيش في البحر ويعيش في النهر. لما بيجي يحس إن أجله قرب بينزل تحت البحر 700 متر وبيدور على مكان آمن بيضع بيضه، ولما بيضه بيفقس صغاره بتستقر في البحر من 7 ل8 شهور وبعدين بتتجه للنهر. عشان كده لو قالك هو بيعيش في البحر صدقه، لو قالك هو بيعيش في النهر صدقه. الدقاس يعتبر من أجمل وألذ طعام لسمك اللود، الكائن الوحيد اللي بيتولد يتيم من غير ولا أب ولا أم. حكايتنا النهاردة مع سمك التعابين، وزي ما في حضارات في براءة اختراعات. كنت في اليابان يا شيف 2009 أو 2010. ايوه. فرحت هناك قابلنا الراجل اللي كان مستضيفنا، فأصر إن هو يعزمني على العشاء. فقلت له يعني قلت أكلني سوشي أكلني تعمل حاجات أكتر حاجة هناك يعني. وقال لي ده يعني هو كان عايز بيوري لي إن هو بيكرمني يعني. ايوه بيعمل معاك كرم، هو بيعمل معاك كرم الضيافة. رحت لقيت دخلنا مطعم، طبعا مطعم غالي جدا. الوجبه دي مش عايز اقول لك يعني الطبق ده بيستارت هناك من $2000 و$500 و$800، رقم فلك. دخلت يا شيف لقيت تعبان نازل قدامي، فانا الوهله اولى كده احساس بقى التعبين. انت عارف ان انا اكيل سي فود. بيعملوها بقى على كده بالطريقه التقليديه بتاعتنا؟ لا انا اكيل سي فود من يعني من الدرجه الاولى. بعشق السي فود. فمعنى ان انت تاكل تعبان في كوكب اليابان ده، يعني انت حتى لو وصلت لنتيجه كوكب اليابان في التيست بتاع التعبين ده، يبقى احنا فعلا عملنا عظمه. عشان كده انا النهارده هاخدك من ايدك واخليك نعمل العظمه. بس انا مش اكلتي المفضله. يلا بينا يا شيف عشان العظمه. يلا بينا نعمل عظمه. يلا. شفت بقى يا شيف؟ بص بقى يا شيف، انا عارف ان حلقه التعبان دي مش على هواك. ايوه انا ما لا بس دوق بقى. مش اكلتي المفضله التعبان. بص دوق. بص التعبان بيدوب ازاي. بص التعبان بيدوب ازاي. ده لا ده سحر بيتفصص لوحده. بص بقى، الناس بتعمل الرز سي فود او بتعمل رز التعبان مدفون تعبان بس. انت بقى لازم تحط شويه بس فين الزفاره عندك؟ مفيش زفاره ايه في مطبخ المهندس؟ ايه اللي انت بتقول عليه ده؟ بقول لك احنا قمه العظمه ان احنا نوازي كوكب اليابان. دوق كده وقول لي رايك ايه. بص يا جماعه، ده والله بص، ده مش تعبان يا شيخ، ده في حبهان. لا لسه استنى، ده دوره، ما هو ده بتاع الكوكب. ده بتاع الكوكب. بص يا شيخ بذمتك ودينك، حاسس ان انت بتاكل وقار، بتاكل سموك سالمون. مفيش الكلام ده. احلى هندسه. ده ايه بقى؟ ده اللي معمول جوه الرز. يعني لو في اي حاجه او اي ريحه مش هتعجبك، بص كلمنا عن ده شويه. ما انا جاي لك على ده. بس ده بقى بيتاكل ازاي؟ أيوه. كل حاجه في الترابيزه ليها كتالوج. بقول لي بص يا شيف، خد شويه من دول كده وبعدين تروح مادي بايدك على الطاجن المجرم ده. ايوه. شويه الصوص دول يا شيف هيخلوك تقلع الجاكيت اللي انت لابسه ده وتنزل تجري في الشارع بالشورت. دوق كده. نجرب. دوق كده يا نهار اسود. وما تكترش عشان لسه في. بص بقى المقلي، بص بقى التعبان، بص بقى. دوق كده. لا في زفاره ما تجاملنيش. انا ما بحبش التعابين بس حبيتها بطريقتك. بقى تعابين عشان انت لازم النهارده تمشي بكت في الشارع. لا ده انا كده فعلا هروح بكت. ده بتاع ايه؟ الكوكب يا شيف بقى. ايوه. ده اللي كان بيتشوي. اللي انت شفته جوه. ده اللي كان بيتشوي جوه. دوق كده يا شيف.
والله طعم العظيم الشوي، عظمة. طعم الشوي عامل فيه عظمه. احنا يا شيف متفقين على ايه؟ زي ما في حضارات في براءة اختراع. الله ينور عليك يا شيف. انا عايز اقول لك حاجه، انا دي من احب الاكلات لقلبي، انا حضرت فيها دكتوراه. يعني انا الاسبان بقوا بيجوا ياكلوا الباييه من ايدي. الجبنه الرومي دي بطاطس بالملح. يلا بينا عشان نوري الناس الهندسه. يلا بينا. اسمع كده عايش عامل ازاي؟